أصحاب المعالي والسمو، إن تمسكنا الثابت بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفضنا القاطع لأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية أيا كان شكله أو مبرره له حق أصيل ومبدأ راسخ لا يقبل المناورة أو المفاوضة، كما أن حق الشعب السوري في تقرير مصيره وصوغ خياراته الوطنية لا يجب أن يكون محل نقاش أو مساومة، فالسيادة ليست شعاراً فقط، بل هي جوهر الدولة ومعنى استقلالها وأساس علاقاتها مع غيرها. وإن أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة السورية أو اقتطاع جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت، أمنية أو إثنية أو طائفية، أو بدعم مجموعات انفصالية خارجة عن القانون، له مشروع مدان مرفوض رفضاً قاطعاً، لا من قبل الحكومة فحسب، بل من الشعب السوري بأكمله بكافة انتماءاته ومكوناته. فسوريا الجديدة لجميع أبنائها، ولا مكان فيها لمشاريع العزل أو التفرقة أو التمييز. نقولها بوضوح ودون مواربة: سوريا لا تقبل وصاية ولا ترضى بأن تكون ساحة لصراعات الآخرين. نحن نريد علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل لا على الإملاءات. نرفض أن نكون في محور ضد محور أو طرفاً في استقطاب عربي. نحمل المحبة لكل دولة عربية، ونؤمن أن الخلافات مهما طالت فإنها لا تقطع وشائج الدم ولا تمحو ذاكرة التاريخ.